السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا إخواني أخواتي، كلنا سمعنا القضية اللي هزات الرأي العام في مدينة القنيطرة. القضية إخواني أخواتي خاصة تكون عبرة لبزاف ديال الناس. هاد القضية اللي راح الضحية ديالها رجل كان كيمشي لإيطاليا، يعني ساكن أو قاطن بالديار الإيطالية، وهذا الشيء اللي غادي يخلي الطمع ديال الصديقة ديالو أنها تستولي ليه على أموال طائلة وتصفيها ليه مع الخليل ديالها، يعني قضية خيانة وأيضا تصفية حسابات وأيضا طمع. إخواني أخواتي، هاد السيدة اللي خانت هاد الشخص اللي كان باغي يتزوج بها ودات ليه أموال طائلة والطريقة جهنمية. يعني إخواني أخواتي، بغيتكم تاخذوا العبرة من هاد الشيء اللي وقع لهاد السيد، وغادي نعرفوا المجريات ديال هاد الشيء اللي وقع على لسان الناس اللي كيعرفوا الضحية وعلى لسان الناس المقربين منه. إخواني أخواتي، غادي يشدوا ثلاثة ديال الأشخاص اليوم اللي تعداو على هاد السيد ولاحوه في النواحي ديال مدينة القنيطرة، والسبب غادي يصدمكم إخواني أخواتي. الأمر كيتعلق بحكيم. حكيم على حسب الناس اللي كانوا كيعرفوه كيقولوا بأن هاد السيد الله يعمرها دار، بل أكثر من ذلك أنه طموح وباغي يخدم وباغي يدير تا هو وليدات ومشاريع ديالو، وكان إنسان قاري وعنده دبلومات. إخواني أخواتي، هاد السيد ما غاديش يلقى داكشي اللي بغا في المغرب بحكم الدبلومات اللي كانوا عنده والحرف اللي كان كيعرف. كان عارف بان الامكانيات ديالو غادي تعاونوا بزاف في اوروبا. داكشي علاش غادي يلتجئ الحراق وغادي يتعرف على واحد الشخص اللي غادي يعرفه على واحد الحراق، وفعلا غادي يعطيه اموال من الاموال اللي كان كيجمعها في العمل ديالو داخل تراب المملكه. وفعلا الرحلة غادي تنجح والفلوكة غادي توصل للأراضي الإسبانية. ومن بعد إخواني أخواتي غادي يجلس عام في إسبانيا، ما غاديش يعجبو الحال وغادي ينطلق لإيطاليا بطريقة أو بأخرى. وصل لإيطاليا لقى داكشي اللي بغا، بدا كيخدم، الأمور بدات كتيسر، بداو كيتفتحوا ليه بزاف ديال الأبواب إخواني أخواتي، ولا كيعرف بزاف ديال الطرق باش يدخل أموال طائلة. إخواني أخواتي، هادشي اللي غادي يخليه يبدا يفكر في بزاف ديال المشاريع، ولكن الحلم ديالو أنه يدير المشاريع في بلاده إخواني أخواتي ويديرهم في المغرب. هنا هاد السيد غادي تكون عنده الفكرة ديال أن هذوك الأموال اللي جمعهم في إيطاليا أنه غادي يصرفهم في المغرب إخواني أخواتي. هاد الشيء غادي يخليه يبدا يقلب على بنت الناس اللي غادي يتزوج بها واللي غادي يعيش معها في المغرب. داكشي علاش بدا كيتواصل مع بنات على مواقع التواصل الاجتماعي، وهنا غادي يتعرف على واحد السيدة اللي كتسكن في مدينة الدار البيضاء، وهي كازاوية الأصل. وبعد ذلك غادي تعلموا بأنها كتخدم في مدينة المحمدية في فندق معروف تما. هاد الشيء ما غاديش يكون صحيح، السيدة كتكذب، ولكن هاد الأمور ما كانتش مهمة عند حكيم. هاد الشيء اللي غادي يخليه يثيق فيها، وبحكم أنها بعيدة عليه غادي تكذب عليه إخواني أخواتي، وغادي يعرف بزاف ديال الأمور اللي كتبين ليه بان المشروع ديالو غادي ينجح في المغرب. هذا الشيء اللي غادي يزعمه، وغادي يقول ليها بانه غادي يرجع المغرب وتما غادي يدير المشروع ديالو. هذا الشيء غادي يكون صادم بالنسبه لهاد السيده اللي كان كيسحب ليها باللي هاد الشخص غادي يديها للاراضي الايطاليه وتما غادي دير وريقات ودير جنسيه وتما غادي تعيش. يعني السيده كانت داخله على طمع اخواني اخواتي، وما كانتش داخله على نيتها. وهذا الامر اللي قال لها، يعني ملي قال لها هو راه باغي يدخل ويدير المشروع ديالو في المغرب ويتهلا في والديه ويتهلا في خوتو، هذا الشيء ما غاديش يعجبها، ولكن في نفس الوقت ما غاديش تبين ليه، وكانت كتبين ليه على ان الامر عادي. هنا غادي تبدا تقلقل فيه وتبدا تعرف عليه بزاف ديال الاشياء. غادي تبدا تقول ليه واش انت من نيتك باغي تدخل المغرب ودير فيلا ودير مشروع؟ واش عارف فيلا في مدينه القنيطره شحال ساويه؟ هنا غادي يقول لها راني عارف. غادي تقول لي شحال جهدك؟ غادي يقول لها انا قادر نحط في الفيلا 300 مليون
ولا 360. هنا السيدة تصدمات، عاد عرفات شكون الشخص اللي معاها بأنه شخص عنده الفلوس وتبارك الله ميسر ليه الله من بعد 6 سنوات ديال الخدمة داخل الأراضي الإيطالية. هاد السيد كان ناوي انه يجي للمغرب، وفعلا غادي يقول لها انا راه ما بقى والو باش ندخل المغرب باش نبدا نحقق داكشي اللي كنتمنى. هنا السيده من عرفات راه قريب يدخل، غادي تبدا ادير ليه واحد المكيده وواحد الخطه جهنميه. غادي تهضر مع واحد السمسار واللي هو ما كانش سمسار اخواني اخواتي، وانما الخليل ديالها، يعني صاحبها اللي كانت مخبيه على هذاك الشخص اللي في ايطاليا واللي هو حكيم. العلاقه بينها وبين هذا الشخص السيده كانت دايره الصاحب، وفي نفس الوقت دايره حكيم بحال السكور، خاصو يديها الاراضي الايطاليه وخاصو يعتقها اخواني اخواتي. هنا اخواني اخواتي غادي تكري واحد الفيلا راقيه في مدينه القنيطره، وهاد الفيلا غادي تكون مأتته مزيان وزوينه، وغادي تعيط على حكيم وغادي تقول ليه باللي انا لقيت الفيلا اللي غادي تشري. هو غادي يفرح بهذا الشيء وغادي تقول ليه الثمن اللي كان ثمن صغير وصغير بزاف مقارنه بالسوق، خصوصا ان الدار مأتته وكل شيء ليها، وبدات كترسل ليه صور وفرح بالدار اخواني اخواتي. وقال لها صافي انا غادي نجي للمغرب وغادي ندوي مع السيد وفي نفس الوقت غادي نمشي نتزوج بيك. هنا السيده بدات كتهرب على الزواج وقالت ليه ماشي دابا، ما نزربوش، خليتها تشري الدار، خليتها دير المشروع ديالك. هي الهدف ديالها انها دير ليه قالب اخواني اخواتي، وماشي الهدف ديالها انها تزوج به. هنا هاد السيد غادي يبدا يبان ليه بلا الامر عادي، السيده بغات تضمن مستقبلها، بغات تلقى دار فين تسكن عاد باش تزوج به، ولكن هي كانت كتفكر عكس ذلك. السيد جا فعلا المغرب، مشى شاف الدار عجباتو، شافها مباشره، دوا مع السمسار ودوا مع مول الدار، وهادو كاملين الاصدقاء ديالها، وماشي هما مالين الدار وماشي هو السمسار. وفعلا غادي يتعرف على هاد الناس وغادي يدير معاهم اخواني اخواتي باش انه يتلاقى معاهم الغد ليه باش يجيب لهم الامانه، واللي هي فلوس اصحيحه اخواني كتقدر ب 300 مليون. هنا غادي يقولوا ليه صافي غادي يزقوا معاه الوقت، والغد ليه غادي يدوروا به 4 ديال الاشخاص وهو في الحوزه ديالو ديك الاموال، وغادي يطعنوه في الظهر ديالو، وغادي يوجهوا ليه بزاف ديال الطعنات على مستوى الجسد، وغادي يهزوه في السياره ويدوروا عليه الميكا ويلوحوه في مكان في نواحي مدينة القنيطرة. هنا واحد الشخص اللي كان دايز غادي يشوف هاد الشخص وغادي يعيط على عناصر ديال الامن اخواني اخواتي اللي غادي يوصلوا السلطات في الحين، وغادي يجريو خبر على الهاتف المحمول ديال هذا الشخص اللي هو متوفي، وغادي يجبدوا دوك الاشخاص الثلاثه من الصديقه ديال الحكيم واللي هي جراتو لهذا المشكل، وغادي يعترفوا بالمنسوب لهم ويتم الحكم عليهم بالموت.